صباح الخير متابعيني الاعزاء، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهارده جايه لكم فيديو جديد. والاكله اللي مهدور حقها في بيوتنا اللي هي الخبيزه. شايفين شكلها وجمالها اساسا. على فكره انا واحده من الناس ما كنتش بحب الخبيزه ولا عمري كلتها. بس لما عرفت فوائدها وقلت نفسي ادوقها، يعني نفسي اشوف طعمها ايه، جبت طريقتها وعملتها وكلتها. يعني بجد والله عايزه اقول لكم كانت طريقتها حلوه جدا جدا، طعمها جميل جدا، يعني احلى كمان من السبانخ. ده غير القيمه الغذائيه العاليه بتاعتها خالص. احنا طبعا نسمع خبيزه لا مش ما بنحبهاش، مش عايزينها. انما صدقوني هاتوها وجربوها، هاتوا لو حتى يعني ربطه واحده واعملوها. هتلاقوا طعمها في منتهى الجمال. ده بالنسبه للناس اللي مش عارفاها. الناس اللي عارفاها طبعا هي عارفاها وعارفه جمالها ازاي وطعمها الحلو ازاي. انا حتى جوزي واولادي ما كانوش بياكلوها، بس لما عملتها وقالوا لي ايه ده، قلت لهم بعد ما اكلوا حلوه جميله، دي خبيزه. ايه ده، دي خبيزه؟ قلت لهم دي خبيزه. بصوا يا حبايب قلبي، انا عندي جايبه حزمه من الخبيزه. هو ده بيكون شكلها بتبقى عامله زي الورده كده اهو. بصوا شكلها حلو اساسا، يعني شكلها جميل جدا. خلاص بصوا مرعرعه، وانا حطها لكم اهو في زهريه كانها هعمل لكم ورد. خلاص. الخبيزه دي بقى بتحتاج معايا ايه؟ بتحتاج معايا سلق وكزبره خضراء. انا معايا السلق اهو والكزبره الخضراء. ده السلق يا جماعه اللي هو بتاع القلقاس، ودي كزبره خضراء. اول حاجه هنعملها، هنقول معايا طبعا بيتحط لها رز زي السبانخ، وبيتحط لها عندي بصل وعندي ثوم مفروم وعندي طماطمايه مبشوره. همشي معاكم بالخطوات هقول لكم. بس اول حاجه هنعملها عندنا، هجيب كده هقرطف الخبيزه بتاعتي. هقرطفها ازاي؟ بصوا هاخد واحده واحده كده اهو. هشيل الورقه بس بتاعتها كده اهو. بصوا هاخد الورده بس بتاعتها دي كده، عشان دي كده بقرطفها خلاص، عشان خاطر اغسلها كويس جدا، عشان بتبقى مليانه رمله. ونخلي بالنا ان هي ممكن من جوه كده بتبقى فيها ايه، بتبقى فيها رمله. فانا لازم اغسلها كويس وادلق الميه واغير عليها كذا مره، وبعدين اصفيها، وبعدين نشوف هنعمل فيها ايه. انا هقرطفها اهو. هعمل معاكم كمان كام واحده كده اهو. هشيل بس يا دوبك كده الورده بتاعتي، الزهره بتاعتي كده من العيدان. خلاص دي كده ايه الخبيزه بتاعتي. وبالنسبه للسلق برضو عشان هغسله معاها، هجيبه زي ما بعمله للقلقاس بالظبط اهو. هجيبه هاخد الورق بتاعه بس، مش هاخد العيدان. هشيل منه الورق كده اهو، واخد الورقه بتاعته بس اهو كده اهو. طبعا انا عملت معاكم القلقاس قبل كده ووريتكم السلق بتاعه بيتعمل ازاي. وبالنسبه للكزبره برضو هقرطف، هاخد الورق بتاعها مش هاخد العيدان. هقرطفها كده زي الملوخيه، هاخد الورق بتاعها دوت كده اهو، وهرمي العيدان. خلاص مش محتاجه العيدان، انا محتاجه بس الورقه بتاع الزهره بس بتاعت الورقه. خلاص اهي كزبره بس يا جماعه، كزبره وسلق. في ناس بتعملها من غير سلق، بس برضو بيديها قيمه غذائيه عاليه، وبيعزز لونها الاخضر، وبيديها قوام، وبيديها طعم حلو اهو. هقطف بقى الخبيزه بتاعتي، وهقطف الخضره بتاعتي والسلق، وارجع لكم تاني عشان نشوف الخطوات بتاعتنا هنعمل فيها ايه. بص يا حبايب قلبي، انا قرطفت اهوت وغسلتها كويس جدا، الخبيزه مع السلق مع الكزبره الخضراء. هجيبهم بقى احطهم في حله كده، وهنزل عليهم بشويه ميه، يعني ايه بتاع كوبايه ميه بس كده اسلقهم فيها. خلاص انا مش عايزه ميه كتير، وهي كده كده هتنزل ميتها، بس انا عشان اسلقها هحط بس ايه كوبايه ميه واحده بس على الكميه اللي عندي دي اهي كده اهو. ثواني، كوبايه ميه اهو. بسم الله. بس خلاص هي هتنزل ميتها. ولع عليها بقى قطع البوتاجاز. يلا نشوف الخطوه التانية هنعمل ايه. بصوا حبايب قلبي، بصوا منظر الخبيزه. شفتوا كانت ماليه الحله. بصوا ادي الميه قليله اهي. بصوا كشت قد ايه. هو ده طبق، يعني شايفين كل اللي كنتوا شايفوه دوت هو هيعمل لنا طبق. خلاص يعني بص دقيقتين كمان، مش بسيبها كتير على النار، يعني 5 دقايق بس كده
كلها من اول ما احطها لحد ما اشيلها 5 دقايق، وبعدين هقفل عليها النار. يلا نشوف بقى. هنجيب حله كده نحطها على النار، انزل فيها كده بمعلقه زبده حلوه. خلاص بسم الله اهو. وانزل بالبصلايه بتاعتي اللي انا مخرطاها رفيع اهو. انا مش عايزه احمرها يا جماعه، خلوا بالكم ماشي. انا بس هقلبها تقلبتين كده، اول ريحتها ما تطلع والاقيها دبلت هنزل بفصين توم مفرومين اهو. تدبل بس ثواني، ما تتحمرش، تدبل بس. بصوا يا حبايب قلبي البصله دبلت اهو. هاخد بقى حته توم مفرومه كده اهو، وهقلب. بصوا الخبيزه يا جماعه بتحتاج شوربه دسمه جدا. خلاص شوربه بط بقى، شوربه مواسير، شوربه كوارع، لا شوربه كوارع لا، اي شوربه دسمه. خلاص اهو. هقلب بقى كده. ريحه التوم عندي طلعت يا جماعه. هنزل بالطماطمايه المبشوره، عندي طماطمايه اهي بشراها، هنزل بيها كده اهو بسم الله. واطعم بقى الكلام ده كله بايه بقى؟ عندي مكعب ماجي. اللي ما عندوش ماجي، انا عندي الماجي ديت الفوريه اللي انا بستعملها. هحط بس نص الباكل لاني انا الشوربه عندي فيها ملح. خلاص هنراعي النقطه دي، احتاجنا نحط تاني نحط. خلاص كده انا نزلت اهوت بكده. عندي بقى شويه كزبره ناشفه اهو، شويه كزبره كده، معلقه كزبره كده حلوه. خلاص مش هحط ملح طبعا لاني انا الشوربه زي ما قلت لكم فيها ملح، ونقطه فلفل اسود بس. مش هحط بهارات تاني، هو ملح وفلفل ونقطه الكزبره وخلاص. خلاص عندي بقى الطماطميه بتاعتي كده نزلت ميتها اهو، شايفين منظرها عامل ازاي اهو. هنزل عندي بقى بمعلقتين الرز اللي انا عملتهم اهو. خلاص وبعد كده هنزل بقى بالشوربه الدسمه بتاعتي. بسم الله انا عندي شوربه دسمه اهو، هنزل بيها كده واسيبهم بقى يغلوا مع بعض. ويلا شايفين الشوربه عامله ازاي؟ شايفين الجمال اهو. يلا بقى نروح نشوف الخبيزه بتاعتنا اخبارها ايه. هسيب بقى دي كده الرز بتاعي يدخل في السوا وهنرجع له تاني. بصوا حبايب قلبي كده الخبيزه بتاعتي اهو. هقفل عليها النار واسيبها بقى ايه تهدى 5 دقايق بس كده، تطلع البخار اللي فيها ده. وبعد كده هضربها، يا اما اضربها في الخلاط يا اما اضربها في الكبه. انا عن نفسي هحطها في الكبه، اللي عايز يضربها في الخلاط يضربها، مفيش اي مشكله خالص ماشي. بس طبعا المفروض ان انا ايه نسيبها تهدى شويه، بس انا طبعا عشان مستعجله فايه هحطها على طول في الكبه. خلاص هاخدها اصفيها كده من الميه بتاعتها. بسم الله. في ناس ما بتسلقهاش وبتحطها في البتاع ده، تخرطها زي الملوخيه او تضربها في الكبه كده وبعدين تحطها في الشوربه. بس لا، التكه بتاعت السليق الخبيزه دي بتفرق جدا في الطعم بتاعها. بصوا انا هحطها اهو، مش هضربها، مش يعني ايه هديها ضربتين كده وافصل، ضربتين وافصل لحد ما تبقى عندي عايزاها مخرزه، مش عايزاها ناعمه خالص زي ما بنعمل الملوخيه كده. هصفي بقى كده الميه دي اهو. بصوا يا حبايبي هديها ضربتين كده بسم الله، يعني ضربه كده وافصل، ما اضربش استمرار على بعض كده. ولو في الخلاط نفس النظام، ضربه واقفل، ضربه واقفل، عشان ما تتفرمش معايا ناعم. انا عايزاها مخرزه. لو لقيتها محتاجه ميه، الكبه مش بتلف بيها ولا حاجه، هنزودها شويه ميه من اللي هي سلقنا فيها. الميه دي كلها فوائد طبعا، مش هنرميها، هنزود بيها الشوربه، بس الفوائد كلها نازله فيها.
شويه صغيرين كده، بق واحد بس كده اهو، وهرجع اضربها تاني اهو. بصوا بتتظبط معايا ازاي اهي، بس مش عايزه اكتر من كده. بصوا بقى شكلها عامل ازاي اهي، هوريكم برضو. بصوا اهي، بصوا بصوا شكلها عامل ازاي. انا مش عايزاها تنعم اكتر من كده. بصوا اهي ده شكلها خلاص اهي. انا حبيت بس اوريكم بالنسبه للناس اللي ما تعرفهاش او اول مره في حياتها تعملها وتجربها. خلاص اهي هنفرمها كده، ويلا بقى نروح نشوف اللي على النار عملنا فيها ايه الشوربه بتاعتها. بصوا يا حبايب قلبي، انا عندي لسه الرز اهو بتاعي ما استواش، يدخل بس في السوا كده زي الرز السبانخ، وبعد كده هنزل بالخبيزه بتاعتي. الميه اللي هي سلقت فيها الخبيزه مش هرميها، هزود بيها الشوربه اهو. بسم الله، هزود بيها شويه لان الفايده كلها بتاعتها نزلت هنا. الخبيزه يا جماعه فيها نسبه حديد عاليه جدا ونسبه كالسيوم مش قادره اقول لكم. خلاص اهو نزلت بالميه بتاعتها اهو. هسيب بس الرز يستوي عندي عشان ما اسيبهاش تغلي كتير، لانها زيها زي الملوخيه، مش عايزاها تغلي كتير. خلاص اول ما الرز عندي يستوي هنزل على طول بالخبيزه اللي انا فرمتها معاكم. بصوا يا حبايب قلبي، انا عندي كده الرز بتاعي اهو استوى. بصوا اهو استوى خلاص. هنزل بقى بالخبيزه بتاعتي بسم الله، ولو احتاجت شوربه هزودها اهو كده. اهو شايفين الجمال؟ شايفين والله ريحتها تحفه، ريحتها قلب الدنيا فعلا. هنزل بشويه شوربه بسم الله اهو. خلاص نظبط الملح بتاعنا وندوق كده. الله الله على الروعه بجد والله. اللي ما بياكلش الخبيزه ده فايته كتير بجد، طعمها رائع احلى من يعني اللي بيحب السبانخ هيحب الخبيزه اكتر من السبانخ. هنسيبها هنكتفي بكده؟ لا طبعا، هنعمل لها طشه زي بتاعه الملوخيه بالظبط، توم وكزبره ناشفه. خلاص انا كده مش هسيبها تغلي كتير، هقفل عليها النار وهجيب بقى طاسه نعمل ايه الطشه بتاعتها. يا قلبي طاسه كده فيها معلقه سمنه حلوه كده، ودي حته تومه اهي مفرومه بسم الله. احنا كده كده حاطين توم في البصله، بس دي طشه بقى زيها كده زي الملوخيه. اول ما تدبل معايا التومه انزل بشويه كزبره ناشفه عليها، بعد بس ما ايه ما تتحمر شويه. اللي وصل معايا لحد هنا بقى ما ينساش يحط اللايك، حط اللايك. حابه اشكر كل حبايب قلبي اللي دخلوا لي في القناه جديد، وحابه اقول لكم انا برضو والله اي حد جديد بيدخل لي في القناه انا برد المتابعه على طول، وبدخل اشوف فيديوهاته. اول حاجه بعملها بدخل اعمل له اشتراك على طول بامانه والله بكل صدق وامانه. خلاص عندي كده التومه خلاص اهي دخلت اصفرت معايا بقى لونها دهبي. هنزل بقى بشويه كزبره ناشفين كده حلوين اهو، واقلب بقى. واوعى وشك بجد، اوعى وشك، واللي مش بيحب الخبيزه فايته كتير. شفتوا؟ مش بقولك اوعى وشك، كنت عارفه ان هي هتفرقع. خلاص كده بقى يلا ننزل بقى على الحله بتاعتنا بسم الله اهو. شايفين الجمال؟ سامعين الطشه؟ شامين الريحه؟ بجد روعه، بجد روعه روعه روعه. بصوا بصوا القوام بتاعها عامل ازاي، ما بتبقاش خفيفه ولا بتبقى تقيله، ده القوام بتاعها المعقول المظبوط جدا جدا. خلاص نيجي بقى ما نهدرش بقى، عندنا اهوت كبشتين كده من التوم، ننزل بقى فيهم كده بكبشتين كده من الخبيزه اهو بسم الله كده اهو.
يا سلام، يا سلام على الريحه. يلا هغرفها بقى معاكم واوريكم شكلها اهو. بسم الله. شايفين يا حبايب قلبي شكل الخبيزه بتاعتنا عامله ازاي؟ والله بجد روعه. اتمنى ان انتوا تجربوها، اللي ما جربهاش قبل كده واللي مش عارفها يسال عليها ويجيبها ويجربها. بجد هتعجبكم جدا ومفيده جدا جدا جدا، وممكن تعملوها بالطماطم عشان تاخدوا فايدتها العاليه. يا رب اتمنى ان انا ما اكونش طولت عليكم، واتمنى ان انا اكون ضيفه خفيفه عليكم وعلى قلوبكم. ويلا انتظروني في فيديو جديد باذن الله. يلا اسيبكم، دمتم في رعايه الله وامنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.